أهلا بيكم مرة تانية في بودكاست نبضة وعي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الاكتئاب، عرفنا انه مش مجرد زعل عابر، وانه ممكن يكون كيمياء في المخ أو جينات أو صدمات في الحياة. وسمعنا قصة سارة، البنت اللي كانت بتضحك قدام الناس وجواها كانت بتنهار لوحدها. سارة اللي كانت بتلوم نفسها فاكرة انها ضعيفة أو فاشلة، لكن في يوم وبعد ما وصلت لأصعب نقطة في حياتها قررت انها مش هتكمل كده. قررت انها تستاهل حياة احسن، ودي كانت اول خطوة في طريق النور، انك تعترف انك تعبان وانك محتاج مساعدة. كتير مننا جدا بيخلط بين الزعل العادي والاكتئاب. طب ايه هو الفرق؟ الزعل ده احساس طبيعي بنحسه كلنا لما بتحصل حاجة وحشة، زي ما بنفقد حد بنحبه او نفشل في حاجة، بيجي فترة كده بنزعل وبتروح وبنقدر نرجع لحياتنا الطبيعية تاني. لكن الاكتئاب ده حاجة تانية خالص، ده بيبقى عبارة عن حزن عميق جواك ومستمر، بيخليك دايما تفقد الرغبة في كل حاجة حتى اللي كنت بتحبها. بتلاقي نفسك مش قادر تقوم من على السرير، مفيش طعم للأكل، النوم يا إما كتير قوي يا إما قليل قوي، بتحس إنك لوحدك حتى لو حواليك ناس كتير، ومفيش أي نور باين في حياتك، وده بيستمر لفترة طويلة مش يوم ولا 2. الاكتئاب بيأثر على جسمك وعقلك وحياتك كلها، عشان كده لو الإحساس ده استمر أكتر من أسبوعين وبدأ يأثر على شغلك وعلاقاتك، يبقى لازم تاخد الموضوع بجدية. لو رجعنا كده لقصة سارة هنلاقي إن هي كانت في الأول كانت مكسوفة إن هي تطلب المساعدة، كانت فاكرة إن الناس هتحكم عليها، بس لما قررت تتكلم مع دكتور نفسي حياتها بدأت تتغير. طيب، طلب المساعدة هو مش ضعف، هو ده بيبقى في قمة القوة والشجاعة منك، إنك تقرر تواجه مشاكلك وخوفك. المساعدة هنا ممكن تكون بشكلين. أول حاجة العلاج الدوائي، وده بيكون اختصاص الدكتور النفسي، وده أحيانا بنحتاجه لما بيكون في مشاكل في كيمياء المخ، فبنحتاج إن احنا ناخد بعض الأدوية علشان تساعد على توازن النقلات العصبية عندك. والأدوية دي مش إدمان ومش بتغير شخصيتك، هي بس بتساعد مخك يرجع يشتغل صح. تاني حاجة ممكن عن طريق العلاج بالكلام، وده بيبقى تخصص الأخصائي النفسي، وده زي ما تكون كده بتحكي لحد فاهمك كويس وبيحاول يفهم انت بتفكر في ايه، وبيساعدك انك تفهم مشاعرك وافكارك وتتعلم ازاي تتعامل معاها، وازاي تقدر تحول افكارك من افكار سلبية لافكار ايجابية، وده دور العلاج المعرفي السلوكي. المهم انك تلاقي الشخص الصح اللي ترتاح له، وتعرف ان رحلة التعافي ممكن تاخد وقت شوية، بس كل خطوة فيها بتفرق كتير في حياتك. وعلشان ابسطها عليك بشكل افضل واخليك انت تحاول تبدأ مع نفسك على الاقل، تعال أقولك بعض الأسرار اللي ممكن تعملها تساعدك شوية على التعافي. أول حاجة الحركة. الرياضة مش بس للجسم، دي بتفرز هرمونات السعادة في المخ حتى لو مشي بسيط كل يوم. تاني حاجة الأكل الصحي، وده بقى الأكل اللي بناكله بيأثر على مودنا وطاقتنا، فلازم نخلي بالنا من الأكل اللي بيدخل جسمنا كويس. رقم 3 النوم الكافي. حاول قد ما تقدر تنظم مواعيد نومك، لأن قلة النوم أو كترته ممكن تزود الاكتئاب. الحاجة الرابعة التواصل مع الناس، حتى لو حاسس إنك عايز تبقى لوحدك حاول تتكلم مع حد بتحبه وتثق فيه، ما تنعزلش. رقم 5 اعمل حاجات بتحبها، حتى لو مفيش نفس حاول تجرب تعمل حاجة حتى لو حاجة بسيطة كنت بتحبها زمان، زي قراءة كتاب أو سماع مزيكا أو أي حاجة كنت بتحب تعملها زمان حتى لو مش مستمتع بيها دلوقتي. آخر حاجة بقى واللي هي أهم حاجة، ما تلومش نفسك. لازم تبقى عارف إن الاكتئاب مرض مش ذنب. عامل نفسك بحنية زي ما بتعامل مع واحد صاحبك تعبان. سارة قدرت ترجع لحياتها، قدرت ترجع تضحك بجد وتستمتع بشغلها وتشوف الألوان في الدنيا تاني. رحلتها ما كانتش سهلة، بس اللي ساعدها هو إصرارها إنها تستاهل حياة أحسن، هو ده اللي خلاها تعرف تكمل. الاكتئاب ممكن يكون ضلمة كبيرة، بس دايما في نور في آخر النفق. ما تيأس وما تستسلمش، اطلب المساعدة وامشي في طريق التعافي، عشان انت تستاهل تعيش حياة مليانة ألوان وفرحة. افتكر دايما انك مش لوحدك، وان كلامنا هنا من القلب للقلب عشان نطمنك ونقولك احنا معاك. كنت معاكم دكتورة أمنية في بودكاست نبضة وعي، واشوفكم على خير.